مساء الخير، أهلا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة الدبلومة التربوي. ما تيجي أقولك في 3 أشكال للتغيير الاجتماعي. أول حاجة التغيير الخطي المستقيم، ده له صورتين: تراجعي وتقدمي. التراجعي اللي هو بيكون من المركب للبسيط، من التقدم للتخلف، ده زي الحروب، الثورات، الانقلابات. والتاني اللي هو التقدمي، ده بيكون من العكس بقى، من البسيط للمركب، من التخلف للتقدم. وده زي أي مكان أو أي مؤسسة أو أي حاجة بيحصل لها تطور نحو الشيء الجيد، ضعيفة تقوى. والنوع التاني اللي هو التغير الدائري، ده شبه الإنسان، ضعيف قوي ضعيف تاني، طفل شاب شيخ، زي ما القرآن قال لنا. والتغير الثالث المتذبذب او المختلط، اللي يبقى فيه الحالتين موجودين قصاد بعض: قوة ضعف ضعف قوة، بيعلى وينزل وينزل ويعلى. وده بقى زي الحالات الاجتماعية، يعني ممكن شوية تبقى الفلوس تكتر شوية تقل شوية، الثمرات تكتر شوية تقل شوية، زي برضو ما القرآن قال لنا: الأنفس ناس تحيا وناس تموت، وهكذا دايرة. كل شكل من دون في نظرية بتدعمه. الأول نظرية جان جاك روسو، طبعا الفرنسي الشهير، وصاحب كتاب العقد الاجتماعي اللي بيتسمى بإنجيل الثورة الصناعية. وطبعا النظرية دي ليها 4 محاور، مش هنقدر ان احنا نشرحهم هنا، لكن عموما هي بتبدأ بالمرحلة الفطرية، ثم الملكية الفردية، وبعدين عدم المساواة، وبعدين المرحلة التعاقدية. النظرية بعدها نظرية ابن خلدون، دي مع الشكل التاني الدائري. وهنا بتتكلم عن اللي بتشبه المجتمع بالإنسان، زي ما طفل شاب شيخ، فالمجتمع بينشأ يتطور يضعف، كل حاجة كده. والنظرية بقى اللي بتمشي مع الجزء الثالث هي نظرية العامل التكنولوجي، بتبني كل حاجة على التكنولوجيا، الروبوتات بقى والذكاء الاصطناعي زي ما احنا شايفين كده، تشات جي بي تي وشيميناي. وده كله هيودينا على علاقة التربية بالتغيير. العلماء والناس اتفقوا على رأيين: إما إن التربية بتعكس التغيير وبتلبي احتياجاته، أو إن التربية بتأثر في التغيير بشكل إيجابي. وفي رأيي إن لازم التربية تشتغل على الجزء التاني، إنها تأثر في التغيير بشكل إيجابي، لأن ممكن يجي تغيير سلبي، لازم إحنا نشتغل عليه كمؤسسة تربوية عشان أفرادنا ما يتأثروش بيه، زي جزئيات كبيرة من المجتمعات الغربية بننفذها من غير ما نفكر. كنتم مع مصطفى حسين.